متابعي بيرزيت أونلاين، أهلا بكم في هذه التغطية المتواصلة لانتخابات المجلس الثاني والثلاثين لطلبة جامعة بيرزيت. متواصلون معكم حتى لحظة الفرز وإعلان النتائج. في جعبتنا الكثير والكثير من التقارير والمقابلات والأخبار العاجلة، فابقوا معنا. رئيس جامعة بيرزيت دكتور عبد اللطيف أبو حجلة تفقد قاعة الاقتراع. ندى مناصرة أجرت معه المقابلة التالية. لماذا تقول للطلبة المنتخبين؟ أقول لهم موفقين في انتخابكم، وإدلاء صوتكم هذا حق ديمقراطي، حق من حقوق الطالب يجب عليه أن يمارسوه، وهذا حق سنوي. وحاليا عندنا حوالي 3000 طالب جدد لم يمارسوا حق الانتخاب سابقا، ولكن هاي المرة الأولى لهم في ممارسة حق الانتخاب. طلبة القدامى طبعا كل سنة هم يقوموا بالانتخاب، وهذا حق ديمقراطي كل عام، حق من حقوق الطلبة على الجامعة. وما هي الرسالة التي توجهها للكتل المتنافسة؟ تنافس شريف، وهذه العملية الديمقراطية، العملية الانتخابية. أنا شخصيا بعتبر جميع اللي بخوضوا العملية الانتخابية فائزين بغض النظر عن النتائج، لأنه بمارسوا حقوقهم الديمقراطية، ولكن في الآخر في نتيجة. أما من ناحية فوز وخسارة لا يوجد خسارة، الجميع فائز إن شاء الله بغض النظر عن النتيجة اللي ستظهرها الانتخابات. وماذا تأملون من المجلس الطلبة القادم؟ والله مجالس طلبتنا مجالس يعني متفتحة ومتنورة، وهم يحترموا أنظمة وقوانين الجامعة بصورة عامة. وإحنا سياستنا في جامعة بيرزيت كما الكل بيعرف إنه إحنا نحترم الرأي ونسمح للطلبة بالتعبير عن آرائهم، وحرية الرأي مكفولة للجميع، وهذا إحدى مبادئ الجامعة، أن يقوم الطالب باحترام التعبير عن رأيه وأن يحترم رأي الآخرين. وأعتقد طلبة جامعة بيرزيت من الوعي أنهم بيمارسوا هذا العمل من سنوات، يعني مش شيء جديد على طلبة جامعة بيرزيت، هم متعودين على هذه العملية. اعتقال الطلبة فجر اليوم كيف رح يأثر على سير الانتخابات؟ يعني إن شاء الله يعني الله بفرج عن جميع أسرانا، ليس فقط الطلبة اللي تم اعتقالهم. وأقدم التحية لأسرانا المضربين عن الطعام لأكثر من 20 يوم، وقضيتهم قضية إنسانية عادلة، ليست قضية أسرى فقط فلسطيني، هي قضية إنسانية، وعلى الاحتلال أن يستجيب هذه قضايا إنسانية وأن يخضع للقوانين الدولية التي تحدد حقوق المعتقل الأسير. فقضية أسرانا قضية إن شاء الله إنسانية وقضية ناجحة، والعالم بصورة عامة العالم الإنساني هو يتعاطف ويطالب قوى الاحتلال أن يلتزموا بالقوانين الإنسانية. إن شاء الله يعني معتقلين ربنا بسهل عليهم أول شيء، وإن شاء الله بنشوفهم بين قريبا. البعض بيحكي إنه الانتخابات جامعة بيرزيت بتأثر أو بتعكس مزاج الشعب الفلسطيني، كيف ممكن؟ على ما يبدو صحيح هذا الحكي. المجتمع الفلسطيني بينتظر انتخابات جامعة بيرزيت، لأنه جميع الكتل الممثلة السياسية تتنافس على الانتخابات في جامعة بيرزيت، فبيعتبروها يعني مؤشر على التوجه أو الرأي العام الفلسطيني في الشارع الفلسطيني، يعني نوع من أنواع المؤشرات، الانديكيشنز، شيء زي هيك. وهي انتخابات يعني مهمة، لأنه كمان إحنا في جامعة بيرزيت هاي الانتخابات سنوية، اللي هي بعض المحلات ما بتجريهاش كل سنة، يعني لا تجرى فيها الانتخابات، ولكن جامعة بيرزيت هاي تقليد تاريخي، تجرى الانتخابات سنوية. وهون بيجي كمان الاهتمام فيها، إنه دائما الحقوق الطلبة الديمقراطية هاي مضمونة سنويا دائما. رايات الدعايات الانتخابية للكتل الطلابية المتنافسة تزين جامعة بيرزيت،
ومع هذا يبقى العلم الفلسطيني حاضرا بينهم، بينما تسعى الكتل الطلابية هنا لاستعراض كل مشاريعهم النقابية لاستقطاب الطلبة وإقناعهم بإدلاء أصواتهم. المزيد في تقرير روان تحلس. تستعد الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت لإطلاق دعايتها الانتخابية استعدادا ليوم الانتخابات الذي ستشهده الجامعة في نهاية الأسبوع الحالي. احنا ما بنوعد في شيء، احنا دائما بنوعد الطلاب بشيء واحد، انه احنا نحاول نكون ابداعا اكثر من السنه اللي سبقت. وفعلا العام هذا يعني كان افضل من العام الماضي بكثير نشاطات، كان في نشاطات مركزيه وبتمس حاجه الطلاب بشكل رئيسي. تختلف الرؤى والوعود لدى الكتل الطلابيه بما يتوافق مع شعاراتها ومبادئها، والتي تتبنى موقفا ما طوال مسيرتها الانتخابيه. ما زلنا بنقاتل على فكره الخصخصه وخصخصه المرافق العامه في الجامعه. صراحه ما في دعم كافي من قبل الأطر الأخرى، حتى من قبل الطلاب. ممكن لفكرة عدم وصول إيش معنى الخصخصة بحد ذاتها وشو بتأثر وشو الآثار الهمجية السيئة على الطالب من قبل فكرة الخصخصة للطالب. تتباين مواقف الطلبة تجاه البرامج الانتخابية وفقا لما يرونه في مصلحتهم، فربما يرتبط رضاهم بمدى ثقتهم بالكتلة الطلابية. احنا عندنا قوة من خلال مخاطبة العقل، وقوتنا هي الفكرة ونستمد منها قوتنا وطاقتنا وقدرتنا على التغيير. تحاول الكتل الطلابية إنجاز الخدمات النقابية للطلبة باعتبارها الفرصة الوحيدة لإثبات جدارتها كي لا تبقى هذه الوعود حبرا على ورق. بين عملنا النقابي ودورنا الوطني فلسفة واضحة وصافية. ليس كافيا أن تبدي استعدادك للخدمة فقط والجلوس على الأطلال، فعليك تطبيق ذلك فعلا. عملنا عدد كثير من النشاطات. السنة اللي قبلها برضه كان في يعني عدة نشاطات جديدة. فتحنا المجلس، يعني العام الماضي أول عام بنفتح في المجلس من سنين، يعني المجلس قبل انتخابات 2015 كان مسكر وما حدش بيقدر يتوجه له. تستحوذ الشعارات السياسية على حصة الأسد في البرامج الانتخابية تجسيدا للوضع السياسي الخارجي، وما تبقى فقط هو للجانب النقابي البحت. والتطرق للموضوع السياسي يعني مش شيء غلط، لأن في النهاية احنا مش حركات نقابية مستقلة، احنا حركات احنا امتداد لحركات سياسية، يعني والحركات السياسية هي مرجعيتنا، فبنقدرش نفصل الجانب السياسي عن الجانب النقابي في الجامعة خصوصا في المناظرة. البقاء في المقدمة والاستحواذ على الرقم 1 في مجلس الطلبة هو هاجس لدى الكتل الطلابية جميعها. في صورة تنافسية تقدم الكتل الطلابية وعودها للطلبة، ولكن هذه الوعود قلما تأخذ مسراها الصحيح. لتلفزيون جامعة بيرزيت، روان تحلس. تاريخ جامعة بيرزيت العريقة يشهد على بداية عمل مجلس الطلبة، والذي بدأ من مبنى صغير داخل حرم الجامعة وأصبح اليوم صرحا أكاديميا يضم كافة أشكال العمل النقابي الديمقراطي. المزيد من التفاصيل حول تاريخ المجلس وطبيعة عمله في تقرير عمر شلش. من هنا انطلقت جامعة بيرزيت، ومن هذا الحرم بالتحديد كانت أول مناظرة انتخابية عام 1974، حيث كان أول مجلس طلبة على مستوى الجامعات الفلسطينية. فبالرغم من تشكيلها نتيجة لحراك طلابي، إلا أن الجامعة ترى فيها أحد الوجوه المشرقة في تاريخها. يعني الأساس أنه الإيمان بالديمقراطية والتعددية والليبرالية، يعني وأنه الكل لازم يشارك، وأنه الوطن للجميع والكل لازم يدلي بدلوه، يعني ما بصير حدا يحتكر المناصب أو السلطة أو أي شيء. يعني كانت البرامج الانتخابية للمرشحين تحمل في طياتها طابعا نقابيا أكاديميا، إلا أن انتخابات العام 79 كانت نقطة تحول فارقة في طبيعة تلك البرامج. هناك تمايز سياسي أكثر وضوحا، طبعا هو كان واضح قبل ذلك، ولكن من الناحية كانتخابات نعم تبلور في الجامعة بشكل رسمي، يعني وعلى أساس قوائم انتخابية 3 تيارات. كانت هناك كتلة لحركة الشبيبة،
اللي في حركة فتح، كان برأسها الأخ حسن شتاوي أبو العز، وكانت قائمة اليسار اللي كنت أنا على رأسها، وكانت هناك الكتلة الإسلامية. تحول بقي ملازما لبرامج الكتل الطلابية ليومنا هذا. لتلفزيون جامعة بيرزيت، عمر شلش. صوت الطالب هو الذي يحسم نتيجة انتخابات مجلس الطلبة، فما أن تبدأ أجواء الانتخابات حتى يصبح الطالب هدفا للكتل الطلابية في عملية الاستقطاب، فما تعليق الطلبة على ذلك؟ للمزيد من التفاصيل في تقرير تيمة وشحة. من جامعة بيرزيت تنطلق مراسم العرس الديمقراطي بطقوسه المختلفة، بداية بعملية الاستقطاب التي تظهر تنافس الكتل الطلابية داخل الحرم الجامعي، ولا سيما أن طرق هذه العملية تختلف من كتلة لأخرى. الكتلة الإسلامية بتشوف انتقادات طلاب على مجلس الطلبة اللي كان أساساً الكتلة الإسلامية فايزة فيه العام الماضي، بتشوف كيف اعتراضاتهم عليها، رأيهم في المجلس، أنشطة كان نفسهم تنعمل وما انعملتش، بيطلبوا إشي غير الأشياء اللي انعملت يعملوها. واستقطاب بشكل أساسي اعتمادنا على الأنشطة النقابية في داخل الجامعة وعلى إنجازات الكتلة الإسلامية ومجلس الطلبة. قد تكون فئة الطلاب الجدد هي التي تستهدفها معظم الكتل الطلابية، ولعل السبب في ذلك كونها الورقة الرابحة بناء على عددهم الأكبر. في استقطابنا لطلاب السنة الأولى، خلينا نحكي اللي بفوتوا على الجامعة مش مؤطرين، بتكون من خلال طرح نشاطاتنا للطلاب بدون مهاجمة أي كتلة ثانية. ممكن نستعين بشواهد وأدلة وثائق، وإذا النقاش يحتاج بين طالب وطالب مؤطر وطالب مستقل بيتم بالحجة والدليل والبرهان. ومنهم من يسلكون نهجا يختلف بنظرهم عن باقي الكتل الطلابية، وذلك بمخاطبتهم العقل والفكرة باعتقادهم أنه أكثر تأثيرا عن أي عمل آخر. استقطاب الكتب الطلابي في جامعة بيرزيت تختلف عن استقطاب الكتب الثانية. احنا في الكتب الطلابي بنحاور العقل، ما بنحاورش المادة، واحنا وجهتنا الرئيسية وفكرتنا الأساسية إنه الحركة الطلابية مش هدفها خدمة الطالب، الحركة الطلابية هدفها الدفاع عن حقوق الطالب، لأنه احنا مش شركة تجارية، احنا هون واقفين للدفاع عن حقوق الطالب. واحنا لا تقتصر حشود المستقطبين على التواجد في الساحات الخارجية فقط، بل أيضا في أماكن استراحتهم التي قد يجدونها فرصة مناسبة للحديث معهم، مستغلين في ذلك كافة الأوقات للوصول لغاياتهم. وإلى جانب ذلك تختلف آراء الطلاب حول فكرة الاستقطاب نفسها. كل طالب عارف شو بده ينتخب وشو ما انضغط عليه ولبس الشيء اللي لازم يلتبس. منهم بيستقطبوا بطريقة مناسبة وممكن يقنعوا الطالب، وفي منهم بيستقطبوا بطريقة منفرة. الطلاب بشكل عام عندنا في جامعة بيرزيت بيعتمدش على العمل النقابي بشكل رئيسي. بعد كل هذه الطقوس والأساليب يختار الطالب ما هو مقتنع به منذ البداية. كثيرة هي آليات الاستقطاب التي تستخدمها الكتل الطلابية داخل جامعة بيرزيت قبل يوم الانتخابات، ولكن مدى فعاليتها ستظهر حتما يوم الاقتراع. لتلفزيون جامعة بيرزيت، تيمة وشحة. صديقي الذي كان يحمل الرايات العام الماضي في مثل هذا الوقت غيبته سجون الاحتلال من بيننا، ولا شك أن هذا الغياب انعكس على أصدقائه، فأبقوا ذكراه حاضرة في المجلس. للمزيد في تقرير روان حلس. أجواء استثنائية تشهدها جامعة بيرزيت تحضيرا ليوم انتخابات مجلس الطلبة، ولكنه يبدو أنه ينقصها شيء ما. احنا بهيك أيام في عندنا ما يسمى بالعرس الديمقراطي. في السنة اللي فاتت كان في عندنا تقريبا ما يكون 3 أو 4 من كوادرنا، كنا بهيك أجواء كنا نشتغل مع بعض. هي أجواء جميلة جدا، كنا في العرس الديمقراطي بنضلنا مع بعض والانتخابات جميلة. بنتفاجئ بهذا الفصل إنهم بيكونوا تحت الأسر، فإن شاء الله يفك أسرهم ويكونوا تحت. عدد من طلبة الجامعة الفاعلين في الحركة الطلابية ونشاطها كل عام حرموا من هذا النشاط بسبب الاعتقال، فتركوا ذكراهم هنا بين أصدقائهم. إيش أول هالمقولة زينب؟ المثقف أول من يقاتل ولا يقاوم ولا شو؟ إحنا كل يوم كدعاية انتخابية فترة مرينا فيها العام كان لهم دور كبير، إحنا اليوم حسينا في نقصهم وتأثيرهم الكبير اللي كان فينا. يبدو أن الأسرى لم يدعوا قضبان السجون تمنعهم من المشاركة في انتخابات جامعة بيرزيت، فإنها تحظى لديهم بتفاعل كبير تصحبها أجواء حماسية
تدفعهم لترقب النتائج وتنبؤها. هسه الأسرى كيف بدكم يستنوا في النتائج، كيف بدك التفاعل. طبعا بيبقى في آراء فيما قبل بناء على تحركات للأحزاب وبناء على مواقف طرحها أي حزب، بكون في زي توقعات إنه قديش رح تكون النتائج. هسه بكون التفاعل دائما إيجابي، دائما بتمنوا إنه العمل إنه يكون في استمرارية. يبلغ تقريبا عدد الطلبة المعتقلين حاليا 60 طالبا وطالبة، حكموا معظمهم بأحكام عالية وحرموا من التعليم، وما تزال الاعتقالات مستمرة إلى الآن. يبدو أن فعاليات يوم الانتخابات تسير على ما يرام، ولكن في الحقيقة فإن كادر هذه الفعاليات قد غيبته السجون، فأصبح يتابع الانتخابات نتائجها وفعالياتها من داخل أسوار السجن. لتلفزيون جامعة بيرزيت، روان تحلس. تجري انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت ضمن قوانين ولوائح تنظم العملية الانتخابية وتحت إجراءات أمنية داخل الحرم الجامعي تضمن سير العملية الانتخابية. ولكن هل الطلبة مطلعون على هذه القوانين واللوائح؟ مزيد في تقرير لله صهبوب. مستوى المعرفة بين طلاب الجامعة بقوانين الانتخاب تختلف من شخص لآخر، فربما بعض الطلبة لا تهمهم انتخابات الجامعة. صراحة ما بعرف كثير عن الانتخابات. مش كثير يعني، عن جد يعني بالأمانة. بينما بعضهم الآخر على ما يبدو يحب أن يكون ملما بمثل هذه الأمور. أكثر القوانين اللي بعرفها إنه الطالب البكالوريوس بيقدر ينتخب، وأكيد كل شخص معه بطاقة، يعني اللي ما معه بطاقة ما بيقدر ينتخب، وبس. بعرف إنه الواحد لازم ينتخب مرة واحدة، يعني ما بحق للطالب ينتخب أكثر من مرة. لكن هذه القوانين تمنع طلاب الماجستير من الانتخاب، ويقتصر الاقتراع فقط على بطاقات طلاب بكالوريوس. لله صهبوب لتلفزيون جامعة بيرزيت. متى أجريت انتخابات أول مجلس طلبة في جامعة بيرزيت؟ هل يعلم الطلاب؟ عمر شلش تجول في أروقة الجامعة وسألهم هذا السؤال. وين حصلت أول انتخابات مجلس طلبة؟ بتصور انها في التسعينات، ما عنديش تاريخ بالضبط. حضرتك؟ بعتقد انه في 2001 في بيرزيت. لا اذكر بالضبط، يعني على زمن القائد العظيم مروان البرغوثي قديما، بس السنة تحديدا ما بعرف بالضبط. حضرتك؟ ممكن بال 78. بيرزيت عام 1996. 1992. حضرتك؟ 1994. السؤال مرة شغال كمان. بال 1984. قريب؟ قريب صح؟ أول مجلس طلبة كان هلأ مش متذكرة 73 أو 74، بس بتذكر إنه عملنا ضجة كتير وعملنا احتلينا غرفة كان فيها طاولة تنس وهيك إشي على أساس إنه نطالب بأول مجلس طلبة، وفعلا كان هذا أول مجلس طلبة ورئاسته كانت بنت. في جامعة بيرزيت تزيد نسبة الإناث عن 60%، ولكن هناك غياب واضح للعنصر النسوي عن منصب رئاسة مجلس الطلبة. فما الأسباب؟ لمعرفة المزيد في تقرير رمز عطاري. في ظل انتخابات مجلس الطلبة المقامة حاليا في أرجاء جامعة بيرزيت لاختيار ممثلي الطلبة، يتساءل البعض عن السبب في غياب العنصر النسوي عن منصب الرئاسة في جامعة تبلغ نسبة الإناث فيها ما يزيد عن 60%. فبين مبارك من الطلاب وآخر رافض للخطوة، تتصدر الحركات الطلابية هذا المشهد، والتي تكون مسؤولة عادة عن اختيار الممثلين وضع الرجل أو المرأة المناسبين في المكان المناسب. أما عن الأسباب فتختلف مع اختلاف الكتل، فكما يبدو فلكل منهم رأيه الخاص وأسبابه. بنت يعني يا ريت الفكرة إنه إحنا مش بس بالنادي بفكرة المساواة وإلى آخره،
وأنا بدي أقدم على سؤالك، يعني أسبق سؤالك الثاني، بحكي لك أنا بذم أو بنتقد الحركة الطلابية كلها اللي لحد الآن ما كان في بنت تمثل الحركة الطلابية في داخل الجامعة. في بيرزيت مش غلط إنه يكون دور المرأة داخل الحركات الطلابية وداخل مجلس الطلبة دور قوي وفاعل في مركز زي رئاسة مجلس الطلبة. بالعكس بيعكس الصورة إنه جامعة بيرزيت تؤمن بدور المرأة في العمل السياسي وفي العمل الاجتماعي وهي قادرة على ذلك. بينما تختلف كتلة الوفاء الإسلامية معهما بالرأي. العائق دائما الموجود اللي هو الكفاءة. يعني بصراحة دور يعني احنا بنشجع مشاركة المرأة في المجتمع، وعندنا الكادر النسوي في الكتلة الإسلامية يعني كادر كبير وله حضوره وله النشاطات الخاصة فيه، لكن مرات بتكون الكفاءة والبيئة ما بتسمح انه يكون في رئيسة مجلس. تتباين الآراء وتختلف التوجهات إذن، إلا أن النتيجة هي واحدة، وهي عدم قدرة إناث بيرزيت إلى اليوم على تمثيل أنفسهن وزملائهم من الذكور وقيادة مجلس يدافع عن أكثرية نسوية في مجتمع يمتهن كلام التحرر والمساواة، لكن لم يستطع تنفيذها إلى اليوم. بينما يرى البعض أنهن غير قادرات ولا يحرك آخرون غير الشفاه لإنصافهن، ما زالت الحركة الطلابية في بيرزيت كما يبدو إلى اليوم غير قادرة على إعطاء الفرصة لقيادة نسوية لتمثيل أكثريتهن في هذه الجامعة. لتلفزيون جامعة بيرزيت، رمز عطاري. مصلحة الطالب، هذه العبارة من الشعارات التي تجمع عليها جميع الكتل الطلابية، ولكن قد يكون الطالب ممتنعا عن الانتخابات وغير مقتنع بفعالية هذا العمل، فما الأسباب وراء ذلك؟ للمزيد مع تقرير براء أبو رموز. امتنع أكثر من 2000 طالب في جامعة بيرزيت عن الانتخاب خلال السنوات الثلاث السابقة، ويرجع البعض سبب عدم انتخابهم وأنهم مستقلون ولا ينتمون إلى أي فصيل سياسي. أنا لا أنتمي لأي الأحزاب وبحترم الجميع، أكيد مش راح أروح أصوت لحدا أنا مش مقتنعة فيه تماما. أنا بشعر إنه الإنسان مسؤول عن صوته، فأنا مش راح أصوت لأي حزب أنا أكون مش فاهمة أساسه وفاهمته صح أو مقتنعة فيه تماما. هناك بعض آخر من الطلاب الذين قابلتهم عدسة تلفزيون بيرزيت لم يريدوا أن يكونوا جزءا من المصالح السياسية. مش راح انتخب السنة. ليش؟ لأنه فكرة الانتخابات صارت عندنا انتخابات سياسي، يعني سياسي فتح وحماس. هسه أنا كطالبة أنا بحاجة إنه حدا يمثلني، يعني من حقي أن أنتخب، ولكن ما دام إنه في فتح وحماس مش راح أنتخب بالمرة. ربما الوضع السياسي خارج جدران الجامعة أثر على قرار الطلبة في توجههم لصناديق الاقتراع. هناك ظاهرة عالمية مفاد تراجع الأيديولوجيا وتراجع الاهتمام بالانتخابات وبالأحزاب، وأعتقد هذه تنعكس حتى على المجتمع الفلسطيني الذي يضاف إليه أيضا حالة الإحباط العامة من أداء الفصائل الفلسطينية التي تتبع لها بشكل أو بآخر الكتل الطلابية. على الرغم من تكرار العملية الانتخابية في بيرزيت كل عام، إلى أن على ما يبدو أن نضج الطلاب بأهمية صوتهم لا يزال غير كاف. حق لكل طالب انتخاب من يحقق مطالبه، وامتناع البعض عن الانتخاب ربما يكون بسبب إيمانهم أن الكتل الطلابية تسعى لتحقيق أهداف سياسية لا لتحقيق مطالب الطلاب. لتلفزيون جامعة بيرزيت، براء برموز. انتهت عملية التصويت قبل قليل وأغلقت جميع صناديق الاقتراع، وسيتم الآن إخلاء الجامعة من جميع الطلبة والموظفين لتبدأ عملية الفرز التي سننقلها لكم ببث حي ومباشر عبر صفحة بيرزيت أونلاين. وكذلك بعد الانتهاء من عملية الفرز سننقل لكم المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه عن الفائز بهذه الانتخابات، فابقوا معنا.